لا أحمد ولا أكرم، هو محمد القس. غلب محمود المليجي وعادل أدهم بأدواره الشريرة، ومن شيال ومندوب مبيعات بقى ممثل وبقاله 20 سنة في المجال. بدأ من السعودية وجي على مصر، وبدور شرير قدمه قلب الدنيا ولقبه بالمجرم الكوميدي. أبوه كان رافض تمثيله وأخوه شجعه. تعالوا نعرف مين محمد القس، بطل برغم القانون، وحكايته إيه مع الفن، وليه الكل كره دوره ده كده. اللي يشوفه في دوره في برغم القانون واللي عمله في عياله وليلى مراته وموريهم الويل ما يشوفهوش على الحقيقة خالص. هو محير الجمهور بدوره ومحدش عارف يتعاطف معاه ولا يكونوا ضده. تركيبته غريبة ومعقدة لدرجة إن قدر يكره الجمهور فيه، وده مؤشرات نجاح كبير ليه. محمد القس فنان سوري أصله من مدينة حمص، راح السعودية وعاش طول حياته في السعودية أكتر من 40 سنة. ومن المملكة بدأ مشواره الفني من جمعية الثقافة والفنون بالرياض، وقدم مسرحيات السعالي والحقيقة العارية والإكليل في 2004، وبقاله 20 سنة بيمثل. أول مسلسل سعودي شارك فيه بقوا يقولوا عليه الشاب السعودي ده بيتكلم سوري حلو، ومن 3 سنين بس أخد الجنسية السعودية في 2021، وكان فخور جدا إنه حصل عليها لأنه شايف نفسه سعودي وعاش طول عمره في المملكة. القصة حاول لمدة 12 سنة يحاول يدخل الدراما المصرية، ولكن ما كانتش الفرصة في صالحه لحد ما جاله موضوع عائلي في دور غازي اللي قلب الدنيا بيه، وكان مسلسل موضوع عائلي أول تجربة مصرية ليه. ومن بعدها لقبوه الجمهور بالمجرم الكوميدي، ومن بعدها اتفتحت له طاقة القدر في مصر، وشارك في مسلسلات مصرية كتير، وده بعد شغل كبير على نفسه علشان يظبط لهجته وتبقى مصرية، ودي مش حاجة سهلة ولكن هو قدر يعمل ده. وشارك في مسلسل تلت التلاتة مع غادة عبد الرازق وب100 راجل مع سمية الخشاب. محمد القس من صغره وهو بيحب الفن، وكان بيحب يقلد أي حد سواء أصحابه أو أهله أو الفنانين. أخوه الأكبر منه راح سوريا ودرس الإخراج، ورجع اشتغل في السعودية ودخل المجال، فهو كان السبب إنه يحب الفن. والقس راح هو كمان يدرس في سوريا في مرحلة الجامعة، ولكن 6 شهور بالظبط وما قدرش يبعد عن السعودية ورجع. اتربى في أسرة بسيطة، أبوه كان إمام جامع وأمه ست بيت، وكانوا عايشين في حي نسيم في السعودية، وحياته من البيت للمسجد للمدرسة، ويوم الخميس يروحوا الحديقة اللي جنبهم يتفسحوا فيها. لما حب يمثل القس أبوه كان رافض وشايف إنه يفكر في مستقبله أحسن. هو اشتغل شغلانات كتير زي نقاش وسباك وميكانيكي، وأول شغلانة اشتغلها كان شيال رخام للعمارات اللي ما فيهاش أسانسير في الرياض، وكان لسه وقتها مخلص ثانوية عامة. وكمان اشتغل مندوب مبيعات وبقى ممثل، وشايف إن مندوب المبيعات ممثل في حد ذاته لأنه ممكن يكون أهلاوي ويمثل إنه زملكاوي علشان يمشي أموره. دخوله الفن ما كانش سهل ولكن شايف نفسه محظوظ. بدأ يتعرف بمسلسل سعودي على اليوتيوب، وكانت مدة الحلقة دقيقة واحدة، وبعدها شارك في مسلسلات سعودية شهيرة زي أنا والورطة. ورغم كل النجاحات دي أبوه ما كانش مبسوط باللي بيقدمه، لحد ما شارك القس في مسلسل اسمه أم الحالة في 2009، واتفاجئ من ناس كتير بتبارك لأبوه، ودي كانت المرة الأولى إن يحس بأهمية اللي بيقدمه ابنه، وإنه شخصية ليها بصمة وتأثير في الفن والناس. محمد القس عنده 45 سنة ومش متجوز، وفي لقاءات كتير بيرفض يصرح بده، إلا إن في بودكاست مع عمر متولي صرح إنه مش متجوز. ولما سأله لو اتجوزت 2 تعمل إيه، قال له قعد كل واحدة في دولة، وده نفس اللي عمله في برغم القانون، قعد كل زوجة في محافظة. رأيكم إيه في دوره؟ تتوقعوا ياخد الجنسية المصرية زي ما أخد السعودية؟ ومصيره في المسلسل هيكون إيه؟ مستنيين رأيكم.